أسوي اليوم إن شاء الله رز كابلي بس بطريقتي. هنا عندي الدجاج قطع، أنزله في زيت أقلبه مع توم. وهنا عندي الرز بطبخه 3/4 استوى مع زيت وملح. طبعا أرجع أقول هذا الكابلي بطريقتي أنا، يعني في أشياء أنا أزودها، في أشياء أنا أنقصها. طيب نزلت بصلة مع الدجاج وقلبتهم لين كده دبلت البصلة، حطيت طماطم وجزر. الحين أبغى أحط البهارات إن شاء الله. حطيت شوية صلصة طماطم، قطعتين خولنجان، البهارات فلفل أسود وكمون كزبرة وقرفة وهيل كده 3 حبات صحيحة وشوية رشة. ودحين أبغى أحط شوية موية وأملح. هنا عندي ماء كادي حاطة فيه أنا زعفران وشوية كركم. طبعا حطيت ملح هنا شوية بس عشان الباقي أحطه على الرز. ونحط موية. الحين أحط البطاطس كمان. الموية ما أحطها كثير، شوية. نزلت البطاطس بطاطس طبخ مو قلي، تكون أطرى. بس أقلبهم شوية وبغطي عليهم كده تقريبا 10 دقايق بس تستوي البطاطس عندي شوية. وانتبهوا للملح، ذوقوا الملح لأنه البطاطس تشرب الملح، فنزود الملح شوية. 10 دقايق على نار عالية، بس كل شوية أجي أقلب عشان ما أبغى الدجاج يلصق تحت أو البطاطس. شغلت الرز كده، شوفوا تضغطوا عليها خلاص 3/4 استوى. البطاطس استوت 3/4 استوى. بسم الله. أبدأ أنزل الرز، أوزع الرز. ممكن تنزلوه مرة واحدة بس أنا بنزل شوية وأقلبه مع الخلطة والباقي أحطه فوق إن شاء الله. بس والباقي أبغى أحطه فوق. والنار خفيفة دحين. أوزع الزعفران والكادي على الوجه. بس دحين أغطي عليهم ربع ساعة 3 ساعة كده إن شاء الله. بسم الله. خلاص دحين بطفي عليه وأقلبه شوية بس من الأطراف، من تحت. بسم الله لفوق. هنا بيصير ألوان أبيض وأحمر وأصفر. بس أضفت كده عصرة برتقال والقشر وقلبتهم، والله كأنه مطبوخ معاهم، بس طلع طعمه كابلي. أنا ما أحب هذا طعم البرتقال، أنا ما أحبه في الأكل.